السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني. ربنا يبارك لي فيكم وفي أولادكم وفي أزواجكم، اللهم أمين. أمنوا ورايا يا بنات لعلها ساعة استجابة. أه وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. أنا بشكر كل اللي بتخش تحط لي لايك، وكل اللي بتخش تقول لي كلمة حلوة، وكل اللي وقفت جنبي وقناتي كانت تعبانة ومتاخدة مني، ورجعت لي بفضل ربنا وفضلكم. أشكركم جدا طبعا. ربنا يبارك لي فيكم. أه حكاية النهاردة حكاية بتحصل للبنات كتير بعد ما تتجوز، سواء كانت في بيت عيلة أو كانت آم، ساكنة من قريبة من أهل جوزها. بنت من بناتي بتشتكي وبتقول قولولي رأيكم إيه. أنا ساكنة في عمارة، في نفس العمارة اللي فيها حماتي، ومعاها بنتين ما اتجوزوش، فساكنة معاها في نفس العمارة. ولما قال لي جوزي اللي هو كان خطيبي الأول، احنا كنا خايفين لما عرفنا بوجودهم معانا في نفس العمارة، وكنت خايفة من مشاكل، وفعلا لقيت في مشاكل. انا عروسة جديدة، وبقالي يعني يوم، انا بحكي لكم على اللي حصل. كان بقالي يوم متجوزة ليلة دخلتي، و معايا في العمارة نفس الأهل جوزي موجودين في نفس العمارة. آه، جيت في الصباحية الساعة حوالي 10 الصبح، اتصلت عليا حماتي، قالت لي احنا جايين لك، هنقضي معاكي اليوم. اتفاجئت طبعا بحاجة زي دي، ان في الصباحية، يعني انا لسه حتى ما قعدتش مع جوزي، انا لسه عروسة. ف قلت لها ماشي تنوري يا حماتي وبتاع. قالت لي انا جايلك انا والبنات، هنقضي معاكم اليوم ونتغدى معاكم. قلت لها تنوري يا مرحب، اهلا وسهلا. فضلت قاعدة، غيرت هدومي وجهزت على ان هما جايين، وطلعت كل الحاجات الحلوة اللي في التلاجة، وعملت غدا. طبعا الاكل اغلبه جاي لي جاهز، جهزته سخنته وحطيته على ترابيزة السفرة، واستناهم من 10 الصبح لحد الساعة حوالي 6 او 7، لابسة ومتأيدة، وجوزي متزربن ومتضايق. طبعا انتوا عارفين انا عروسة وانا متضايقة. طبعا انتوا عارفين ان الواحدة ما بتنامش الاسبوع الاخراني ده ولا الاسبوعين الاخرانيين من الشهر بتاع الفرح. آه، متوترين طبعا. اتصل بيهم، قال لهم ايه يا جماعه انتوا ربطونا قدامكم، احنا عرسان وبتاع، ما ينفعش كده. قالت له معلش احنا مستنيين بس لما ابوك ينام ونطلع. والدته قال لها طب يلا شوفوا هتطلعوا امتى عشان انا تعبان وعايزه اريح. طبعا ما عندهمش دم، مفهوم طبعا. ف فضلوا قاعدين. المهم ان هم جاعوا اتغدوا، وقالوا هم لما يطلعوا يتغدوا. فضلوا لحد الساعه حوالي 12 بالليل متربطين قدامهم. كل شويه يتصل بيها تقول له ده طالعين طالعين، ما تصبر، طالعين، ابوك ينام ابوك ينام. فلقاهم الساعه 1 بالليل بيخبطوا على الباب، واحنا كنا تعبنا وغيرنا هدومنا، قلنا خلاص مش هيطلعوا. غيرنا هدومنا ودخلنا نريح. طبعا انتوا عارفين عرسان، وبقالنا فترة تعبانين وما بننامش، ومجهود الفرح كان كبير علينا، فما مش فايقين ان حد اصلا يخبط على الباب. يعني المفروض ان اول اسبوع الفرح ده محدش يروح لحد، لا اهل العريس ولا اهل العروسة، ودوا لها الاكل بتاع الاسبوع يوم الدخلة وخلاص على كده وتريح بقى، يعني هي ترتاح حتى شوية، يسيبوها لعريسها شوية مثلا. ف طلعوا الساعة 1 بالليل. انا كنت متوتر جدا ومتضايق جدا. دخلت الأوضة جوه، عملت نفسي ان انا نمت. هي قابلتهم ورحبت بيهم. فاول حاجة طلعوا بيها قالوا لها ايه ما عندكيش حاجة تتشرب؟ قالت لهم العصاير كلها دخلتها تاني التلاجة عشان انتوا اتأخرتوا واحنا تعبنا ودخلنا ننام بصراحة، يعني عشان يبقى عندهم دم يعني. طبعا ما عندهمش دم. بنتين فاضيين امهم.
غيرين طبعا على اخوهم واضحة قوي. مش عايزينه يبقى مبسوط، مش عايزينه يرتاح او يهدى من وش الفرح ووش اللي هي ايام التجهيز للفرح. طبعا اول حاجة عملوها، طلعوا دخلوا لها خليك انت ما ترتاحي انت، احنا هنفتح التلاجة ونشوف اللي يعجبنا نجيبه. وفتحوا التلاجة ورصوا السفرة من الاكل والعصاير وكل حاجة. هي كده كده كانت هتحطهم، بس الاسلوب وحش. الاسلوب حقي ان انا اعمل ده حاجة اخويا. طبعا عيب، دي عروسة، ممكن يكون الاكل جايلها لمدة اسبوع لقدام. انتوا تعرفوا ايه عنها وعن ظروفها وعن تلاجتها؟ دخلوا طبعا، آه فتحوا التلاجة وجابوا كل ما لذ وطاب. بعد كده قبل ما يمدوا ايديهم على حاجة اقولها بقى خش هاتلنا عبايتين، لينا وعباية لماما. عشان ايه؟ آه نقعد ونرحرح كده وناخد راحتنا، انتوا لسه هتقعدوا وترحرحوا؟ جت قالت لهم حاضر، طبعا متضايقة جدا جدا وبان على وشها. ما هم ما همهمش ان ده حق مكتسب. هنخش على لا احنا هنخش، احنا نجيب من الدولاب اللي احنا عايزينه. انتوا هتخشوا اوضه نومي وتجيبوا حاجتي واخوكي نايم؟ قالت لهم وايه يعني؟ قالوا لها وايه يعني ما اخونا نايم؟ ما احنا بنخش عليه طبيعي، هو حد غريب؟ ودخلوا على الدولاب قلبوه، هو عمل نفسه نايم بقى متضايق منه. قعدوا يقلبوا في الدولاب ويطلعوا في العبايات والهدوم ولبسوا وخرجوا. جابوا العبايات بقى وخرجوا عشان يلبسوها بره عشان اخوهم نايم. وبعدين آه امه شافتها لابسه دهب في ايد صوابعها. ايه ده الخاتم ده؟ وريني كده. وراحت لابسه، قالت لها خلاص بقى ده هديه منك، مش هيرجع تاني. وهم قالوا لها العبايات برضو هديه مش هترجع تاني. انتوا سبتوليش حاجه البسها، ايه اللي انتوا بتهببوه ده؟ فالمهم ان هو ايه، سمع كده اتنرفز وراح قايم. عبايات ايه اللي انتوا خدتوها؟ وخاتم ايه يا امي وبتاع؟ ما كانش ينفع الكلام ده بينهم بقى ومن بعضيهم. ما ينفعش كده، ده لسه عروسه وحاجتها لسه جديده وهتقابل الناس بيهم. ما لحقتش تلبس ولا لحقتش تعمل، هتطلع ايه تلبسه لما انتم مطلعين هدومها ودهبها وحاجتها؟ طب اصبروا عليها شويه. اخواته قالوا له ايه ده انت مستخسر في اخواتك؟ ده احنا اخواتك الصغيرين وبتاع وحقنا عليك. قال لهم مش حق، ده مش حقكم عليا كده، انتوا حقكم عليا هي، انتوا كده بتحرجوني معاها. عموما خلاص مفيش مشكله، مبروك عليكم. وزعل بقى كده وخد، يعني خد وش كده ما عجبهمش، ما همهمش، استتنحوا. المهم سهروا وخدوا قعدتهم لحد 7 الصبح. طبعا هي مش عارفة تعمل ايه. يعني ايه تقعدوا لحد 7 الصبح؟ كانت تعبت بقى وخلاص وجهدت جدا. هي بتشتكي عشان الناس تقول لها تعمل ايه، وهو كمان تعب وسابهم ودخل نام. ما قدرش يكمل طبعا، مش مرتاحين فترة طويلة. راح دخل نام وهي فضلت قاعدة معاهم. جت على 7 الصبح تعبت جدا جدا وهم سهرانين، ولا كأنكم كانوا في فرح ولا كأن في مشكلة. ف يعني حضرنا الفطار نفطر عشان نمشي. قلت لهم مش قادرة اقف على رجليا، اللي عايز يعمل حاجة يقوم يعملها. قوموا ده بيتكم، مش هتعملوا اكتر من اللي عملتوه. راح قايمين البنتين جابوا ملذة وطب من التلاجة للفطار، وفطروا وشربوا الشاي وشربوا العصير وظبطوا نفسهم. وقلت لهم خلاص انا تعبت انا عايزه انام. قالوا يلا بقى ما دام فطرنا يلا نتكل على الله، وراحوا ايه ماشيين. المهم عدوا يوم، ويوم اللي بعده اللي هو تالت يوم الجواز عملوا نفس الحكايه. طبعا انهارت جدا وزعلانه طبعا على حاجتها اللي اتاخدت ومش مبسوطه. وزعقت معاه وقالت له مش هينفع كده، انت لازم تكلم باباك ما حسش باللي هم عملوه. فضلت تزن عليه لحد ما نزل لابوه. بينه وبينه كده قال لي يا بابا حصل واحد اتنين تلاتة وما ينفعش كده، وشوف لنا الحكاية دي ورد عليا. المهم الراجل سكت، ما قدرش عليهم، ما حكمش عليهم. طب دي تعمل ايه دي بقى؟ دي ساكنة معاهم وفاضية لها ومرهمش غيرها، وهي ما اتمتعتش حتى بجوزها ولا بحاجتها ولا براحتها من الاول يا بنتي. طبعا الراجل خاف ياخد موقف بقى، مراته جديدة ومش هتجيب له حق ولا مش هجيب منها حق ولا باطل. هي بتقول اعمل ايه؟ الراجل محلش ولا ربط، وانا تعبت وجوزي تعب ومفيش معاهم حق ولا باطل، هم واخدينها حق مكتسب.
اتصرف معاهم ازاي؟ اروح منهم فين؟ يعني انا تعبت. حتى اهلي ما جوليش عشان انا اتصلت بيهم قلت لهم على اللي حصل، ما رضيوش يجوا. قالوا خلاص اكلك عندك وشربك عندك ما تتصرفي معاهم هنبقى نيجي، عشان ما يجوش يعملوا مشكله او يتخانقوا. فايه بقى دلوقتي انا اعمل ايه؟ انا اهلي مش عارفين يجولي، وهم محاصرني، والراجل مش جايب معاهم حق ولا باطل ولا اخوهم. اكشف وشي عليهم، ازعق لهم واقول لهم خليكم في حالكم، اقول لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه. طب اعمل ايه يا جماعه؟ دلوني. ف اتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم، اتمنى تردوا عليا، وربنا يبارك لي فيكم وفي اولادكم وفي ازواجكم، اللهم امين. آه، اتمنى يا بنات اللايك، اتمنى الاشتراكات. اللي مش مشترك عندي يشرفني وينورني. اللي يعلق لي بكلمة على راسي من فوق. انتوا كلكم بناتي واخواتي، ربنا يبارك فيكم. واتمنى ان انتوا تردوا على البنت دي وتقولوا هي تعمل ايه، تتصرف ازاي مع الناس دي. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.